والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، نرجعوا للطبخ ديالنا، نرجعوا للروتينات ديالنا. اليوم جيتكم بالرفيسه مع سيدي الزموريه او ما كنقولوا له حنايا المرشوش. ونبداو على بركه الله. هنايا من بعد ما غسلت، هنايا عندي جوج طيور، غسلتهم مزيان بسكينجبير والحامض والملحه حتى بداو كيلمعوا، راكم كتشوفوا فيهم. ندوزو على بركه الله، نبداو في العطريه. هنايا اول حاجه كنديروا مليحه باش كتجينا الماكله بنينه. هنايا عندنا معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه ديال سكينجبير. هادشي انا كنعطيكم العبار ديال جوج طيور، التقاده ديال جوج كيلو في الواحد. يعني ما حدكم كتزيدوا، راه كتزيدوا يعني بطبيعه الحال العطريه. كما قلت لكم، معلقه ديال البزار صغيره عامره، معلقه ديال الخرقوم عرق، معلقه ديال سكينجبير ونص سكينجبير. كتزيدوا شويه، انا كنفضل يكون سكينجبير زايد شويه في الرفيسه. معلقه ديال القزبور مدقوق، معلقه ديال التحميره. هنا عندي واحد الطويمه ديال الخرقوم، ديك زعفران. معلقه ديال التحميره كما قلت لكم، ونص معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال راس الحانوت او المساخن. هادشي كامل كنخلطو بشويه ديال الميها، ومعلقه ديال السمن الحار. انا هنايا ما تصورش معايا حيت نسيت، ما درتوش في الاول، حتى تفكرتو عاد درتو، ما صورتش ديك اللقطه. المهم هنايا هاد العطريه دي كامله كنخلطوها بشويه ديال الميها، ما كنديروش الزيت في الاول، كنخلطو غير بالماء باش ديك العطريه تدخل لينا في دوك الطيور ديالنا، وكيتشرب دوك الطيور، كيتشربوا دوك العطريه مزيان. هنايا عندي تقريبا ضرس ديال الثومه، حكيتو غندير فيه، ندير هنا النص في الدجاج، والنص اللي بقى ليا كما كتشوفوا غادي نصايب به كاشير، غادي نشارك معكم الطريقه ديالو حتى هو. وعلى فكره، انا هذه اللي غنصايب اليوم، هذا الرفيسه ديال اليوم غنصايبها بالملوي، ما غنصايبهاش بالحرشه. إيه، وحنا الرفيسه كنقولوها اللي مصايبه بالحرشه، حنا ناس ديال الزمور كنقولوا الرفيسه اللي مصايبه بالحرشه. وهذه اللي بالملوي كنقولوا ليها المرشوش او بورماش. بورماش كيقولوها الناس د مكناس، تا هما تبارك الله معروف عليهم كيصرعوا هذا بورماش كيجيبوه غزال، يعني معروف عليهم هما. كما في منطقه الغرب، قنيطره، غرباوه كاملين تيقولوا ليها المدهوصه. المدهوصه عاوتاني ديك ديال الحرشه، ما تيقولوش هما الرفيسه، تيقولوا المدهوصه. يعني والعرب تيقولوا الرفيسه لكلشي. كنظن كيقولوا الرفيسه ديال الملوي وديال الحرشه، كلشي كيقولوا له الرفيسه. المهم كل منطقه سبحان الله وكيفاش كيقولوا، كيفاش كيسميوها. انا كما كتشوفوا دخلت لها ديك العطريه مزيان، شرملتو مزيان، يعني مرمتو في ديك العطريه، وغنخليهم واحد جوج سوايع يتشربوا ليا ديك القامه كامله، عاد ندوز نصبهم. هنا غنصبهم بهاد العشوب هادو. شنو نقول لكم، هاد العشوب صحيين وكيجيو غزالين في النصيب. هنا عندي فليو مكرم، وعندي الزعتره، او يعني الزعتره البلديه. كاين الزعتر وكاين الزعتره البلديه، وكاين تيميجه. وعندي هنا 3 الريوس ديال الثومه، ومعلقه صغيره ديال المساخن. هنا كما كتشوفوا درت دوك يعني الدجاجات ديالي في الكوكوت او في الطنجره، او فاش يعني فاش غديروهم. هنايا درت عليهم تقريبا كاس ديال زيت العود، ورميت عليهم دوك الرويصات، وغنرمي عليهم دوك العشوب كاملين. بالنسبه للبصله، انا هنايا درت كيلو ديال البصله. يعني نتوما ما حد المرشوش كيبغي شويه ديال البصله، يعني الا زدتو عندكم كميه بزاف كتزيدوا البصله على حسب يعني شحال نتوما عندكم. الا كانت عندكم هي دجاجه وحده كديروا غير نص كيلو. ممكن راه عندكم ميزانكم زعما. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كندير دوك العشوب، كندوزهم ما بين يدي. هاد العشوب كيجيو غزالين 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 غزالين. هكا الرفيسه هذه كدار، حنا كنديروها للنفيسه، كتقاعد بها قلبها. كتعاونها في اضرار ديال الحليب، وفهمتي فيها العشوب، دوك العشوب مفيدين للصحه وزوينين. انا هنايا كانوا صحاب راجلي اللي طلبوها ليا.
هما على فكره صحاب راجلي طاليان، نص ديالهم طاليان، هما اللي يخليكم تطلبوا الرفيسه. يعني كتشوفي الاقبال ديال الناس الكور ولاو كي عندهم الاقبال على الماكله ديالنا، حنا هادشي ما عارفينش بالقيمه ديالو. هنا كما كتشوفوا درت معلقه كبيره ديال حب رشاد، حتى هو راه كيجي زوين، ودرت البصيله ديالي وخليتها تتشحر، وكنمرق حتى كيطيبوا دوك الطيور، كتجبديهم كتحمريهم، وديك المرقه كتخليها طبخ شويه كتشد راسها. ندوزو هنا الكاشير. هنايا عندي تقريبا نص كيلو، ما وصلش، تكون شي 450 غرام ديال الكبده هكاك. كندير فيه العطريه كامله اللي درت في المرقه، كنعاود نديرها فيه هو. كنزيد ديك الثومه اللي كنت خليت من قبل، كندير فيه هنايا معلقه كبيره ديال الربيع مقطع ومعدنوس. وهنايا عندي جوج بيضات هي اللي غادي يجمع لي هاد المكونات هادو كاملين. كاين اللي كيزيد فيه الكفته، كاين اللي كيزيد فيه الكاشير نيت ديال الزنقه. انا لا، انا كنفضلو هكا كيجي زوين. هنا غادي نطيبو في هاد المول هذا، يعني هكا يجي ديكوري في هاد الزويبقه ديال هاد المول هذا. غادي نعمر هاد المول هذا كامل، وغادي ناخذ واحد الصينيه غندير فيها شويه د الماء، وغنحط فيها هاد المول ديال السيليكون، وغندخلو الفران على عافيه مهيله حتى كيطيب ليا. وكدي موله كيجي ساهل، وكيجي الاهم انه بنين بنين بنين، كيجي غزال. هنا كما كتشوفوا درتو في ديك الصينيه، ودرت معاه واحد كويز ديال الماء باش ما كيتحرقش ليا. هنا ندوزو نطيبوا الحلبه. هنا الحلبه انا كنطيبها بوحديتها وما كنديرش العدس. هذا هو السر ديال الرفيسه الزموريه، ما كنديروش حنا العدس، كنديرو غير الحلبه. هنا الحلبه من بعد ما سلقتها نص سلقه تتحيد لها داك المرار الخضر اللي كيكون فيها، كنعاود فيها العطريه كما قلت لكم كامله نفس اللي درت في المرقه ديال الدجاج، كنعاود نديرو فيها هي زبيته بلديه، خرقوم، بزار، سكينجبير، تحميره، راس الحانوت، مليحه. هنا درت الثومه بودره، وكنرد عليها الطيب حتى ملي كنطفي كنحيد داك الدجاجات، كنهز واحد المغرفه ديال المرقه وكنزيدها فيها باش كتشرب ليا البنه ديال الدجاج. هنا كما كتشوفوا ما شاركتش معكم طريقه ديال المسمن، يعني طريقه الرايف عاديين، نص كيلو فورس نص كيلو فينو، كتعجنيهم كتلقيهم كطيبيهم. انا كما كتشوفوا داك الشير كيفاش كيجي غزال 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 ما شاء الله، كيجي بنين. انا بعدا من العشاق ديالو. هنايا خديت هاد الطبق هذا هو اللي غادي نقدم فيه. كندير واحد جوج مغارفه هما الاولى باش داك المسمن اللي كيكون ليا لتحت تيشرب. ما كنسكيوش غير من الفوق صافي، حيت كاين اللي كيسكي من الفوق ملي كتوصلي لتحت كتلقاي المسمن ناشف. هنا كنبقى ندير طبقه، كندير بعدا المرقه وكندير طبقه، كنفزكها عاوتاني كنبللها بداك البلول، عاد كنعاود طبقه، وهي هكاك باش كيجي داك المسمن كامل كامل شرب ليا ديك المياه ديال ديك المريقه ديالنا. كما كتشوفوا غادي نزوقها يعني بدك هسلت هنايا واحد شويه ديال الكرموس، عسلتو بطريقه عاديه بحال كيما كنعسلو البرقوق. كطيبيه شويه، ملي كيدخلوا الطياب مزيان كتزيدي عليه القرفه، شويه ديال ما زهر والسكر، وكتخليه يتعسل حتى هو كيجي زوين. الاختيار كيبقى لكم في الذواق هكا، يعني كتذوقوا باش ما بغيتو، ولكن انا فضلت انني نحط حطه بلديه. هنا درت كيما هانتوما كتشوفوا، يعني كندير طبقه وكنفزكها، وكنعاود ندير طبقه اخرى كنعاود نفزكها. معلومه، يعني ملي ديروا الدجاج ديروا الماء اللي غيكفيكم في التمراق كامل، حيت الا حيدتوا الماء عفوا الا حيدتوا الدجاج ولقيتوا الماء ناقص وزدتوا الماء غادي تفسد لكم ديك المريقه. انا ديك الطنجره اللي درت في الاول لقيتها صغيره، جبت كوكوط كبيره، هي فاش درت باش تهز ليا الماء مزيان باش نمرق ويبقى ليا. ما هي كتبغي شويه كترافقي هكا بالروا باش اللي جا ناشف كيزيد. هنا صافي هذوك الدجاجات ديالي كتشوفوا فيهم محمرين جاو غزالين، دهنتهم بشويه ديال الزبيده ودخلتهم الفران يتحمروا هكاكا. بغيتو تحمرهم يا ديك ما بغيتوش، ما انا كيعجبوني هكا محمرين كيجيو زوينين. صافي هنا بديت كنحط الحطه ديالي، غنجيب ديك الحلبه اللي طابت نحطها هكا بالجناب نزوق بها. يعني كما قلت لكم الذواق كيبقى على حسب الرغبه ديال الواحد. كاين اللي كيدير معاها التفايه،
كاين اللي كيدير العدس كما قلت لكم. حنا الرفيسه الزموريه او المرشوش الزموري ما كيدارش فيه العدس، يعني كيدار فيه هذا، يعني كاين اللي كيدير فيه العدس ديك، ولكن هذه هي البرماش الحقيقي ديال الناس الزمور. حنا لا الرفيسه لا المرشوش ما كنديروش فيه العدس، كنديروا فيه الحلبه فقط. سيرتو ديال النفيسه كنديروا فيه الحلبه باش كتعرفي راسك راه كليتي الحلبه وكليتيها مزيان. هنا صافي غادي نزوق بداك الكريميسات ديالي وداك الكاشير وداك البيض، وغادي نقدم الطبق ديالي للضيوف ديالي. وهنا هاد التويمات هادو اللي طيبت قبيله راه تا هما كنزوق، يعني انا بعدا من العشاق ديال هاد التومه هادي، كتحمقني. صافي كما قلت لكم كنزوقوا هكا كيجي طبق رائع وبلدي، وما كاين ما احسن من الاطباق البلديه ديالنا المغربيه. تبارك الله المغربيه راه كاملين كيعرفوا يطيبوا، كاملين كيحطوا غير الذهب من يديهم. تبارك الله ما شاء الله على المغربيات الحادقات المتولات. يعني انا غير كنبغي نشارك معاكم يعني شنو كنوجد وشنو كنصايب. اما راه تبارك الله كل واحد عنده خيره في دارو، وكل مرة تبارك الله كتبدع بيديها بطريقتها الخاصة. كل وحده عاوتاني كيفاش كطيب، كل وحده الطريقه ديالها، يعني كل واحد حنا كنستافدوا ببعضياتنا. واللي ما عرفات شي حاجه كتاخدها من الاخرى. ونتمنى نكون فدتكم ولو شويه في هذا الفيديو هذا، وديتو شي حاجه تقدروا كنتو غافلين عليها شفتوها عندي في الفيديو. ونتمنى يعجبكم الطبق ديالي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وهذه هي النتيجه النهائيه ديالي بالصحه والراحه. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وما كنتمنى انكم طلعوا هذا الفيديو هذا. وما تنساونيش بالدعم ديالكم واللايكات ديالكم. وشكرا بزاف عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.